السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده. اليوم البنات صوبت واحد الكيكه هكايا فيها الكريمه في المول العجيب، وقلت علاش ما نشاركهاش مع البنات. صراحه يعني زوينه واقتصاديه، والمذاق ديال الحامض كلشي كيعشقوه. قلت يعني مصوبه كيكه اللهم نشاركها مع البنات. يعني بالنسبه للمقادير البنات هنايا ما فيهاش مقادير يعني اللي كثير بزاف، وصراحه كتجي يعني خفيفه وزوينه. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت، وعندي كاس ديال السكر سنيده. هادو البنات راه هو كاس ديال يعني تقريبا هو الكاس ديال العنبه. وهنا عندي 4 كاس ديال عصير الحامض، وعمرت عليه بالماء تقريبا كاس لارو، يعني ربع عصير الحامض. وكملت عليه بالماء عادي من الروبيني. عندي 2 بيضات، وعندي 3 ديال الخمارات لكل خماره فيها 8 غرام، يعني 3 ديال الخمارات كل خماره 8 غرام. هنا في هاد الزلافه عندي 2 كيسان ونص ديال الفورص اللي انا يعني عبرتهم. 2 كيسان ونص ديال الفورص عبرتهم، يعني غربلتهم وعبرتهم ودرتهم في ديك الزلافه. وإلا خاصني البنات راه غادي نقول لكم شحال يعني زدت ولا نقصت ولا درت غير داك الطحين اللي حاطه صافي. هنا صافي خديت واحد البول اللي غادي نخدم فيه، درت فيه دوك جوج بيضات، ودرت فيه الكاس هنايا ديال السكر سنيده. وغادي نطرب غير بالطراب ديال اليد، ما غندير لا مولينيكس لا طراب ديال الضو لا والو، يعني غنخدم غير بايدي. هنايا البنات صافي كنحاول نطرب. هنا راه ماش كتشاده الكاميرا ما كيبانش مزيان، كنحاول نخدم وفي نفس الوقت نوريكم. صافي هنايا كنبقاو نطربوا داك البيض وداك السنيده مزيان حتى كنحسوا بديك السنيده بدات كذوب، وعاد غادي نضيفوا المقادير الاخرين. صافي وهنايا كنضيف لها نص كاس ديال الزيت، يعني الزيت ما كنكثرش باش كتجي ديك الكيكه خفيفه. صافي هنايا ضفت نص كاس ديال الزيت، وهنا ضفت داك الكاس اللي قلت لكم الربع ديالو، يعني عصير ديال الحامض، وكملته بالماء. يعني كملته كاس تقريبا كاس لاروب هذاك، يعني بالحامض والماء تقريبا كاس لاروب بهذاك الكاس ديال البلاستيك، يعني راه هو اللي كيعبر كاس ديال العنبه. صافي هنايا من بعد ما ضفت داك سميتو، من بعد ما ضفت العصير ديال الحامض والزيت، هنا كنضيف دانون. هاد دانون البنات ديال الفاني، غير هو لونه شويه صفر، يعني دانون ديروا دانون ديال الفاني عادي. انا كان عندي هذا ديال الفاني ولكن ما لونه شويه يعني عاطي اللون صفر. صافي وغادي نحاول نخلط مزيان يعني ديك العناصر حتى كتنسجم ليا. ومن بعد البنات راه غادي نضيف، يعني دابا صافي بقى غير الطحين وبقاو سميتهم، يعني بقى غير الطحين وبقاو الخمارات هنا. يعني غادي نضيف سميتو الخمارات، وغادي نضيف الطحين. هنايا البنات الخمارات كيكونوا محبين فيهم داك الحبيبات، ومن اللي ما كنديرش لهم صراحه الصفايه هكايا كيبقاو يعني مكورين ليا في وسط من داك الطحين. انا من الاحسن كنفضل يعني نغربلهم. صافي هنايا غادي نغربل دوك الخمارات. قلت لكم 3 الخمارات. هنا كي شفتوها درت خماره هذيك راه ديال 16 غرام، وكانت عندي خماره مبديه فيها النص، يعني اللي هما 3 ديال الخمارات. وهنا الطحينه البنات قلت لكم 2 كيلو، عفوا 2 كيلو تاني 2 كيسان ونص ديال الفورص. عبرت بهذاك الكاس ديال البلاستيك اللي عبرت به، هو اللي عبرت به هنايا. صافي وكنبدا نضيف الطحين. هنا ما نضيفوش البنات دفعه واحده، يعني كنضيفوا الطحين بشويه بشويه حتى لا خاص ولا هذا، يعني لا كان يعني بين الخليط صافي هو داك ما كنزيدش. هنا غادي نخلط وكنضيف، يعني كنزيد بشويه بشويه حتى كنشوف. هنا صراحه راه درت يعني ديك الكميه كامله، وغادي نشوف الا خاصني غادي نزيد. الا زدت شي حاجه البنات غادي نقول لكم شحال ضفت ديال الطحين. صافي وكنخلط. هنا البنات الخليط راه ما كيبغيش يكون ثقيل، يعني الخليط ضروري خصو يكون يعني خفيف. صافي انا هادوك 2 كيسان ونص يعني ما زدت عليهم ما نقصت، هو هاد الكاس اللي عبرت به، يعني دوك 2 كيسان ونص صراحه يعني كفاوني، يعني ما زدتش حتى حاجه ما زدت ديال الطحين. انا خديت هاد المول البنات، هذا مول عجيب، دهنته بالزبده ورشيته بالطحين، وهو اللي غادي نصب فيه الخليط. نتوما تقدروا ديروها غير كيكه عاديه ولا ديروا يعني في المول اللي بغيتو ديروه. المهم انا خديت هاد المول اللي يعني دائري هكايا وعنده ديك الحفره الوسط، هو اللي غادي ندير فيه العجين. صافي تخلط داك هنايا ودرته في المول، ومن بعد غادي نديه الفران. بغيتو ديروها البنات في الفران بارد ديروه، تسخنوه قبل وديروه. انا صراحه درته في الفران بارد، دخلت المول عاد شعلت عليه، يعني نقصت عليه بحال ملي كنقصوا الفران كنبغيو نطيبوا كيكه كنقصوا عادي. هنايا البنات درت هاد الكريمه اللي خديت فيها 4 كاس هنايا ديال الحامض، يعني شويه ديال العصير ديال الحامض، وخديت نشا والسكر وفلو ديال الفاني والحليب. هنايا غادي ناخذ هاد الاطرو ديال الحليب، غادي ما غاديش نكبو كامل، هنا غادي نكب نص اطرو ديال الحليب.
غادي نكب يعني غير النصف ديالو، يعني ما نكبوش كامل، غير النص ديالو كافي، يعني غادي يعمر ليا ديك البلاصه. صافي هنايا خديت النص وغادي نضيف 3 ديال المعالق. انا هنا الدجاج كنت عابراهم يعني، وغادي نعبرهم قدامكم. يعني خديت نسيطرو ديال الحليب وخديت 3 المعالق ديال السكر سنيده، وغادي ناخذ 2 معالق كبار ديال النشا، 2 معالق عامرين مزيان ديال النشا حتى هما غادي نضيفهم لداك الخليط. يعني غادي نضيف هنايا النشا، قلنا 2 معالق كبار، 3 المعالق ديال سنيده، ونسيطرة الحليب وفلو ديال الفاني، وهذاك 4 كاس ديال الحامضه ما غنضيفوش دابا حتى الاخر، وغادي تشوفوني شنو غادي ندير به. صافي وكنحرك نخلطها مزيان، يعني ضروري تخلطوها فوق من سطح العمل باش ما كتبقاش مكتله ديك الحبيبات، وعاد كديها فوق البوطه. صافي كما شفتوا هنايا ضفت داك الفلو ديال الفاني تا هو ضفتو، وغادي نحاول نحرك غير بشويه. هنا فاش كنحرك باليد اليمنيه صراحه كضرق ليا الكاميرا، حاولت نحرك لكم غير باليسريه. صافي هنايا من بعد ما حركتها غادي نديها فوق البوطه يعني تكون ناقصه وسميتو، ونبقى كنحرك يعني مع التحريك المستمر باش ما كتكورش لينا داك الكريمه. هنا صافي البنات الكيكه خرجتها من الفران، وهنا الكريمه راها واجده يعني ما كنخليهاش تتعقد من تتقساح، حيت الا عقدت تقساحات ما غاتجيو فين تكبوها في الكيكه حتى غادا تجي كلها خاسره. صافي هنايا غير كتبدا تقال. صافي كنحيدها. هنا ضفت ليها داك 4 كاس ديال الحامض، وغادي نصبها يعني فوق من الكيكه، يعني صبوها بحال ما هكا يا البنات، ماشي تكون ثقيله بزاف، حيت الا كانت ثقيله يعني ما غاديش تبغي تمشي لكم مع الكيكه، وكتبقى يعني صراحه كتجي قاصحه ومجموعه. يعني غير تبان لكم بدات كتعقد صافي كتكبوها في وسط من الكيكه. صافي يعني هنايا كيف شفتوني قلت لكم غير بدات عقاد، صافي كتحيدوها. ضفت ليها داك الحامض وكبيتها فوق الكيكه. هنا غادي نحاول نقاده باش يكونوا يعني تكون كلها متساويه، لا من الجناب ولا من الوسط. صافي وكنخليها هنا حتى كتبرد البنات، تشد الحراره مزيان يعني تبرد، وعاد كندخلها للثلاجه تبرد مزيان. هنايا البنات زوقتها، كان هذا هو التزيين ديالها، يعني زوقتها بانصاف ديال الحامض هكايا وشويه ديال الخشخاش وريقه ديال النعناع. صراحه البنات جات زوينه في المذاق، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. يلا البنات.